السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في ناس كل يوم بتصحى تحاول تثبت انها كفاية، وفي كل مرة بتلاقي اللي يحبطها ويقلل منها، اللي يقولها ليه مش زي فلان، او يتريق على طريقة كلامها وتفكيرها، وفي الاخر تنام وهي مقتنعة انها مش كفاية. بس الحقيقة انت مميز، حتى لو محدش شايف ده، حتى لو انت نسيت. لو لقيت نفسك في الكلام ده، اشترك في القناة، لأن هو ده المكان اللي هيفكرك بقيمتك وهيسندك بكلمة ممكن تغير يومك كله. في فرق كبير بين انك تبقى ناقص وانك تبقى مختلف. اللي فيك مش ضعف، ده جزء من بصمتك. ربنا خلقنا مش نسخ، خلقنا بصمات. اللي بيقارن، اللي بيتقاله ليه انت مش زي غيرك، اللي بيتقاله مش هتنجح كده، او انت ما عندكش اللي يخليك توصل، كل الناس دي مش شايفة الحقيقة. وانت مش مجبر تمشي بطريقتهم عشان تبقى ناجح، ولا مضطر تعجبهم عشان تبقى محبوب. ربنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم. صدق الله العظيم. يعني انت مكرم، مش لأنك عملت حاجة، لكن لأنك إنسان، وخلقك بحد ذاته نعمة وقيمة. وأخيرا، افتكر دايما، الناس ساعات بتنسى، بس ربنا عمره ما نسيك. خد بالك من نفسك وحطها في مكانها الصح، واوعى تقارن، اوعى تصدق انك اقل من حد. انت بصمة محدش يقدر يقلدها، انت مميز زي ما انت. دمتم بخير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.